تريكة انتقل من الترسانة للأهلي ب 450 ألف جنيه بس. في التسعينات الأهلي أخذ الدوري 7 سنين متتالية لحد موسم 99، وبعدها الفريق ده بدأ يتحلل، في من اللعيبة اللي اعتزلوا وفي من اللعيبة اللي رحلوا، وكان على رأسهم التوأم حسام وإبراهيم حسن اللي انتقلوا لنادي الزمالك. بدأ بعدها يكون جيل من الشباب على رأسهم حسام غالي، شادي محمد، وائل جمعة، أحمد أبو مسلم مع مانويل جوزيه، وكان موجود بعض اللعيبة زي إبراهيم سعيد، زي محمد فاروق، زي رضا شحاتة، أحمد بلال، لعيبة كتير بدأوا يعملوا فريق مع النادي الأهلي. الفريق ده قدر إن هو ياخد دوري أبطال أفريقيا، إلا إن هو فشل في إن هو ياخد الدوري العام. كده رحل من الاهلي مانويل جوزيه، وجه بعد منه بن فرير، وبعد منه توني اوليفيرا، وتوني اوليفيرا فشل ذريع مع النادي الاهلي ومشي في نص الموسم. كان في يناير سنة 2004 الاهلي يعمل افضل صفقة في تاريخ الاهلي عبر السنين، وهي انتقال محمد ابو تريكة من الترسانة للنادي الاهلي مقابل 450 الف جنيه. انضم للاهلي في منتصف الموسم، وكان فريق الاهلي وقتها منهار تماما نفسيا، ومستوى اللعيبه ما كانش احسن حاجه، وما كانش برضه فيه لعيبه كواليتي تصنع الفارق، الا انه ابو تريكه قدر يقود الاهلي ان هو ينهي الموسم ده في المركز الثاني. صيف عام 2004 قبل ما يبتدي موسم 2004 2005 الاهلي عمل انتدابات قويه جدا على راسها محمد بركات، اسلام الشاطر، محمد عبد الوهاب، ولاعيبه كتير. اللعيبه دي قدرت مع الاهلي تعمل انجازات تاريخيه مش هتتكرر. يظل قائد الجيل ده هو محمد ابو تريكة. في احد حواراته التلفزيونيه شرح ان هو كان بيشتغل في اماين الطوب، وقال ان هو كان بيترقى من منصب لمنصب داخل نفس الوظيفه. ابو تريكة عمره ما اتكسف من ان هو يحكي عن تاريخه او عن ماضيه، وديك حاجه تشرف. 2006 كانت بدايه تعارف الشعب المصري مع محمد ابو تريكة لما قاد منتخب مصر في ان هو ياخد كاس افريقيا اللي اتلعبت في مصر، وربنا كرمه واخر ضربه جزاء اللي شاطها محمد ابو تريكة. تألق ابو تريكة مع المنتخب في افريقيا 2008 اللي اخذها المنتخب بجداره واستحقاق، واللي كان حاضر في نهائي البطوله جوزيه مورينيو اللي اعجب بشده بمحمد ابو تريكة، الا انه هو رفض طلب ضمه عشان بس محمد ابو تريكة في اللحظه دي كان عنده 29 سنه. ابو تريكة مش بس كان صانع العاب تاريخي، الا انه هو كان عنده امكانيات عاليه قوي في الفينش وانهاء الهجمه، ومحدش ابدا ينسى هدفه التاريخي في مرمى الكاميرون في 2008 اللي جاب لنا البطوله دي. تريكة عشان قريب قوي من ربنا سبحانه وتعالى كان دايما مشهود ليه باللقطات التاريخيه اللي محدش ينساها، ومحدش ابدا ينسى هدفه في مرمى الصفاقسي في اخر قضى فتره احتراف قصيره 6 شهور في فريق بني ياس الاماراتي، واخد معاهم بطوله كاس الامارات، وجماهير بني ياس لحد دلوقتي يفتكروا محمد ابو تريكة. ابو تريكة هو اللاعب الوحيد اللي كل الجماهير العربيه في اي دوله يروحها لازم يحيوه. في الجزائر حيوا محمد ابو تريكة لما كان بيخرج من الملعب، وفي المغرب حيوا محمد ابو تريكة وهو بيخرج من الملعب. بس حادثه كبيره قوي اثرت نفسيا على محمد ابو تريكة، وهي مذبحه بورسعيد، وده لارتباطه الشديد بجمهور النادي الاهلي اللي اثر عليه نفسيا، وساعتها ابو تريكة وقف قصاد الاهلي